ازيكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده مختلفة. النهاردة هنعمل مع بعض ديرمارول. ماشي، فلو انتي بتعرفي اساسا تعملي الديرمارول مفيش مشكلة، يعني ممكن تتابعي برضو الفيديو، مفيش اي مشكلة. ولو انتي اول مرة تسمعي عن الديرمارول، اظن ان في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب عن الديرمارول. والديرمارول دي حاجة من زمان قوي، في فترة كده اتشهرت فيها، وفي فترة تقريبا دلوقتي محدش بيتكلم عنها. فانا قلت ان ده انسب وقت اللي احنا نعمل مع بعض جلسة ديرما رول. ماشي، فخلينا كده استعدي بقى معايا. ماشي، وهنبدأ اول حاجة اللي احنا نجهز الادوات اللي احنا محتاجينها في في السيشن ديت. فبدل ما انتي لو انتي بتروحي المكان متخصص وتعملي فيه الديرمارول، فانا بقول لك وفري فلوسك وتعالي يلا نعملها في البيت مع بعض. انا تقريبا بقالي فتره طويله جدا بعمل ديرمارول. ماشي، وكمان هو انا وقفتها فتره، يعني تقريبا انا داخله على سنه اهوت ما عملتش ديرمارول خالص. لكن انا قبليهم بقالي كان سنتين كنت بعمل على طول سيشن كل شهر. ماشي، كنت ملتزمه يعني بالمواعيد والكلام ده كله، بس انا كنت بعملها مع نفسي. عمري في حياتي ما رحت العياده عشان اعملها. ماشي، الفترة اللي فاتت انا كنت نزلت فيديو على اليوتيوب اتكلمت فيه اللي انا بعمل جلسات فراكشن ليزر. وحاليا انا موقفه الجلسات دي بما اني في الصيف وكده والدنيا حر، فمش احسن حاجه اللي انت تعملي جلسات فراكشن ليزر في الصيف. ماشي، وكمان لان احنا على طول بنتعرض للشمس، وكمان لان انا بعمل السيشن ده في مكان بعيد عن المكان اللي انا عايشه فيه، فبحتاج ان انا اسافر والكلام ده كله. فاوريدي هتعرض للشمس، يعني هتعرض للشمس كتير. ولو عجب الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، عشان اكيد القناه بتكبر بيكم. تمام، يلا بينا نتكلم عنها. هي الادوات اللي احنا محتاجينها عشان نبدا نعمل ديرمارول. طيب خليني كده اقول لكم اللي انا يعني حطيت كده كل الحاجات في الباك ديت. ماشي تمام، المهم يعني هنبدا. اول حاجه هتستخدمي اي قطن بقى عندك، قطن مناديل، بس يعني انا بحب بس قوي المناديل لانها بتبقى خشنه شويه على البشره، فاستخدمي اي قطن موجود عندك. ماشي، تاني حاجه هو البنك. ماشي، جيبي بقى اي نوع بنج انت عايزاه، بس تقريبا اللي انا عارفاه او المشهور بالنسبه لي هو ده. ماشي خلاص. بصي بقى، ممكن تجيبي اي مثل روتر، وطبعا انا معايا دي. ماشي، اكيد انتوا عارفينها كويس، بس انا مش عايزه اطلع شكلها عشان خاطر محدش يجيب زيها. تمام، على فكره هي ما فاضلش فيها غير حبه قد كده، لان انا جايباها من بدري قوي، من قبل موضوع المقاطعه ومن قبل الكلام ده كله. مش ببرر لنفسي ولا اي حاجه، ولكن بفكركم وبفكر نفسي دايما ان احنا لازم نقاطع، ما فيهاش كلام. مش اختيارات على فكره، ده اجبار مش اختيار. ماشي، تاني حاجه هي الديرمارول دي. انا مش عارفه بصراحه اذا كانت دي تبع المقاطعه ولا لا، ولكن انا زي ما بقول لكم انا جايباها من بدري قوي. فالمهم بقى الفيوسيدين بتاعنا الجميل اللذيذ دوت. ماشي، او فيوسي كورد. فبصي الفرق بين الفيوسيدين والفيوسي كورد حاجه بسيطه قوي. الفيوسيدين ده انتي بايوتيك، طب والتاني انتي بايوتيك برضه ايه بقى؟ ماشي، الفيوسي كورد هو مضاد للالتهابات. ماشي، يعني لو حصل اللي انتي احمريتي التهبتي الكلام ده كله، فهو احسن في حته الالتهابات. لكن دوت هو احسن في حته ان البشره ما تتعرضش للبكتيريا. مش ما يطلعش حبوب بعد ما تستخدمي الديرمارول، ما يطلع لكيش حبوب كتير. فانت ممكن تجيبي اسام فيوسي كورد، هو هيكون فعال اكتر في الحالات دي، بس انا اللي عندي دلوقتي فيوسيدين فعشان كده يعني. ماشي، طيب انا هستخدم الشيت ماسك دوت بتاع بوبانا. تمام، واللي ما اتفرجش على الفيديو بتاع بوبانا يروح يتفرج عليه. اوكي، و عايزه بقى اوريكم الحاجات الباقيه. اللي انا بقى هستخدمه اثناء الجلسه هو فيتامين سي بتاع ديرماتيك. واللي برده ما اتفرجش على الفيديو بتاع المنتجات اللي انا اشتريتها من ديرماتيك يروح برده يتفرج عليه. ماشي اوكي، فهنستخدم فيتامين سي بتاعهم، وكمان هستخدم الهيالورونيك بتاعهم برضو، واقول لكم انا هستخدمهم ازاي. يعني هو حاجات غريبه كده، بنستخدم حاجات كتير قوي مع بعض، فالمهم يعني. وهستخدم الشاي بتر ديت بتاعه لونا، هنرطب بيها شفايفنا، على ان انا شفايفي باين قوي عليها اللي هي جافه، شفايفي بتجف بشكل غير طبيعي. خلاص انا كده وريتكم كل اللي في الباك، فهنحط الباك بقى على جنب. اول حاجه هنعملها يعني هي خطوه مهمه طبعا، هتغسلي وشك اكيد باي غسول بقى انت بتستخدميه والكلام ده كله.
في ناس ممكن اثناء الجلسه يعني ايه قبل ما تبدا الجلسه على طول بترش على وشها كحول عادي، مفيش مشكله على فكره يا جماعه خالص، مفيش مشكله بالكحول. اصلا انت لما بتروحي سيشن او اي جلسه بره بيستخدموا اصلا الكحول، يعني بيحطوا مثلا قطنه كده بيحطوا عليها شويه كحول وبيمسحوا وشك كله، فما فيش اي مشكله. بس جيبي بالكحول مناسب للبشره ماشي، عشان هو الكحول انواع، يعني في كحول اللي هو 70%، في كحول اللي هو 90%، طبعا ده خطر قوي. في كحول 95 هيحرقك جامد، ده ما ينفعش اصلا، بيحرق الايدين ماشي. فنجيب ايه، نجيب النوع اللي فيه ميكس كده جليسرين خفيف كده ماشي. فالمهم يعني هتجيبي قطنه كده، انا بالنسبه لي غسلت وشي تمام، واول حاجه هعملها بعد غسيل الوش مباشره اللي انا هحط الميسلر ووتر ديت تمام على قطنه كده، وهبدا امشيها على كل وشي ماشي. وانا اوريدي غسلته، بس يعني هنجيب قطنه كده ونمشيها اوكي. ممكن تستخدمي قطنتين عادي مفيش اي مشكله، عشان بس لو حد عنده فوبيا من الموضوع ده. ولكن انا كده يعني يعني غسلت وشي فاهمين. بس على فكره انت بعد برضو ما بتستخدمي القطنه دي بتلاقي حاجات كده طالعه من وشك، بصي حاجات غريبه برضو طالعه مع انك غسلتي وشك، بس يلا مش مشكله. المهم بعد كده هنجيب البرودكاين ماشي. لا اخفيكم سرا انا اوريدي حاطه البرودكاين ماشي، او اوريدي انا حاطه المخدر عشان بس يعني وقت الفيديو. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني ما تستقليش اللي انت تحطي نقطتين والكلام ده، لا حطي كميه وسيبيها تنشف على وشك. طب بعد ما انت حطيتي الكميه ديت هتبداي تحسي بتنميل كده هنا ماشي، بتاخد من ربع لتلت ساعه بالظبط، ربع لتلت ساعه، وامسحي وشك مره تانية. فانا اوريدي ايه مسحته، مره تانية بالقطنه. الديرمارول دي مهم جدا لو انت لسه شارياها جديد، او لو انت عملتي بيها سيشن، ففي السيشن اللي بعدها لازم تعقميها كويس قوي. طيب بتعقميها ازاي؟ في ناس بتقولك ان انت تحطيها تحت الميه الجاريه، ده كتنظيف، تحطيها تحت الميه الجاريه شويه كده وده كتنظيف. لكن تمام حطيها تحت الميه الجاريه اوكي مفيش اي مشكله. ولكن في نقطه بقى مهمه جدا، التعقيم مش معناه ان انا هرش عليه شويه كحول كده وخلاص ماشي. اولا دي استخدام شخصي، ما ينفعش ان انت تشير مع اي بني ادم، ما ينفعش خالص، لان بيبقى فيها دم، فاي حاجه فيها اختلاط للدم معناها اللي هي هتنقل عدوى وهتنقل امراض والكلام ده كله ماشي. ولا قدر الله لو احنا عندنا حاجه في دمنا هتتنقل لحد تاني، ولو حد تاني برضو نفس الموضوع هينقلنا ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى، اللي انتي بتحطيها في ماده معقمه. المتاح بالنسبه لنا ايه؟ هو الكحول صح، مع ان ماشي كعلميا بقى الكحول ده ماده تعتبر تعقيمها سريع قوي، يعني بتعقم بسرعه، والتعقيم بتاعها بيروح برضو بسرعه. يعني هي بتعقم الايدين بسرعه، في اقل من دقيقتين تلاقيه بدا يعمل مفعول، او في اقل من ثواني كمان بدا يعمل مفعول ماشي. لكن مده التعقيم يعني مده الحاجه تفضل متعقمه قد ايه بتبقى اقل حاجه خالص، يعني مده قليله قوي، غير طبعا الادوات التانية اللي بتستخدم للتعقيم او المواد التانية اللي بتستخدم للتعقيم. فاحنا بالنسبه لنا المتوافر عندنا في البيوت ماشي، احنا مش هنروح بقى نجيب مواد تعقيم من المستشفيات يعني، مش المتوفر عندنا في البيوت هو ايه؟ هو الكحول ماشي. فاحنا هنجيب كحول وهنحط مثلا كده في كوبايه ميه، في الكوبايه بتاعه الميه هنجيبي كوبايه تحطي نصها كده كحول، وتفضلي حاطه الماده دي فيها، تفضلي حاطه ايه، حاطه الدرمه جواها ماشي شويه كده، مثلا سيبيها 10 دقايق، سيبيها كذا ايا كان هتسيبيها قد ايه، بس ما تسيبهاش كتير عشان خاطر ما تتلمش. يعني ايه تتلم؟ اللي هي تبقى فاعليتها يبدا الكحول يتفاعل مع الماده نفسها، المعدن بتاعها ماشي. ما تسيبهاش كتير خلاص. لكن الرش ده انا ما بقتنعش خالص بيه، الرش ده مش تعقيم بصراحه، يعني اقول لكم الحق ماشي. فخليني اقول لكم انا اساسا كنت اوريدي معقماها يعني المره اللي فاتت ماشي، بس المره اللي فاتت دي من فتره طويله قوي، فيعني يا ربي مش راضيه تتفتح. المهم يعني هي بتتفتح، هي سهله قوي الفتح خلاص. بصوا اهيت هي كده، هي سنون بالشكل دوت، مش عارفه انتوا شايفينها ولا ايه ماشي. فبصوا بقى احنا انتي طبعا بتشوفي انتي هتعملي ايه في وشك. مثلا انا هعمل الجزء بتاع الخدود دوت ماشي، من الناحيه دي والناحيه دي ماشي، والجزء بتاع القوره اللي هو الجزء الامامي دوت ماشي. ما باجيش خالص انا بالنسبه لي حاليا يعني
زمان كنت بعمل كل وشي، لكن دلوقتي ما بيجيش خالص ناحيه الاماكن ديت خالص، ما بعملهاش ماشي، عشان الاماكن دي عندي حساسه قوي فبخاف عليها. بصوا بقى هتمشي كده ماشي كده، بس يعني الحته اللي انت تمشي فيها هي نفسها اللي ترجعي فيها. خلاص هل لازم اطلع دم ومعرفش ايه والكلام ده؟ انا نسيت اقول لكم صح، مقاس المقاس بتاعها، هي مقاسات طبعا، مش عايزه اوريكم الورقه بتاعتها. بصوا هي مقاسات كده اهوت ماشي، فانتوا طبعا شايفين العلامه الصفراء، هي ده المقاس بتاعها اللي انا جايباه، اللي هو مقاس كام؟ مقاس 1.5. طبعا انا ما ببداش ب1.5، انا لما بدات بنص الاول، وبعد كده جبت 1، وبعد كده لا جبت نص، وبعد كده جبت 75، وبعد كده جبت 1، وبعد كده جبت 1.5 على طول ماشي. فانا جبت كذا واحده يعني. فاحنا هنبدا مثلا نمشي كده، بصوا كده اهو، هتعدي مثلا كده ايه 10، خلاص تعدي كده 10، هتيجي بقى على الجزء اللي هنا ده، هتشديه شده بسيطه كده، شده بسيطه. طبعا انا هجيب مرايه لان انا مش شايفه اللي انا بعمله، فمش عايزه ابوظ الدنيا، فلحظه كده هجيب مرايه الاول ماشي. انا زي ما انتوا شايفين كده انا جايبه مرايه تمام، فانا لو بصيت في الناحيه التانية يعني كده، فانتوا ايه خلي بالكم يعني انا ببص في المرايه ماشي. المهم يعني احنا هنشد الجلد كده شده بسيطه، وهنبدا نعمل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ماشي تمام. انا هبص كده على المرايه. بصوا لو انتوا عندكم بقى حبوب مثلا زهره يعني ليها راس بيضه، فما ينفعش ابدا ان انتوا تعملوا عليها ديرمارول تمام. احنا مشينا كده خلاص، هنمشي برضو على الجزء ده كده بنفس الطريقه في نفس الاتجاه ماشي. وبعد كده هنمشي كده بعد كده هنمشي كده. بصوا ماشي اهوت. هنبدأ بقى نعمل كده يبقى زي ما انتوا شايفين كده، مرة بعمل كده ماشي، ومرة بعمل كده، مرة بجيبها ايه، بجيبها بالعكس يعني كده ماشي. المفروض المرة بعمل كده تمام زي ما انتوا شايفين كده خلاص. كل مرة 10 وحدات يعني، او 10 عدات يعني تمام. طيب انا هحطها هنا كده، وهبدأ بقى بعد كده امسك اللي هو فيتامين سي، وابدأ احطه على وشي ماشي. طبعا فيتامين سي هيحرق قوي، لانه يعني هو اكيد هيحرق، لان طبعا ايه انت زي المتعورين كده بالظبط، ف بالراحه كده خالص، بالراحه كده، وهنبدا ندهنه. اوكي هنبدا نعمل الجنب التاني بقى من الخد ماشي. ايه تابعوا معايا كده،
اول حاجه بصوا زي ما احنا ماشيين كده هنمشي اهو، بعد كده نعمل الجزء ده لورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كده نعمل الجزء الاخير ده ماشي. بعد كده هنيجي كده اهو، بعد كده اهو يعني مش لازم ابدا نطلع دم والكلام الكبير دوت. تمام. بعد كده هنعكس كده اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعمل في الجزء ده 1 2 3. نعمل في الجزء اللي تحت 1 2 3. نعمل في الجزء اللي في النص ده 1 2 3 4 6 7 8 9 10. ماشي كده زي ما انتوا شايفين انا عملت اهو خدي اللي هو الجنب دوت. فهعمل كمان قرطي بالمره ماشي، بس ارجع الطرحه بس كده شويه هتجويني كده هنا ماشي. بصوا طبعا هي القوره بتوجع قوي بصراحه، اقول لكم الحق يعني اكتر مكان بيوجع. بصي لو مش عايزه تعملي قورتك ما تعملهاش، هي بتوجع جامد قوي. لو انتي حاسه ان قورتك مش محتاجه ما تعملهاش. المهم زي ما انتوا شايفين طبعا وشي احمر والكلام ده كله، فهنحط طبعا فيتامين سي. يعني انا خلصت كده تقريبا ماشي. هحط فيتامين سي. بصوا انا حطيت اهوت فيتامين سي على كل وشي ماشي، على كل الاماكن التانية وكمان دهنته على بقيه وشي حتى اللي انا ما عملتش عليه ده. ايه احط الهيالورونيك اسيد دوت. انا ليه فتحته كده المهم يعني عايزه احط الهيالورونيك اسيد، فتحته خالص. المهم تمام. هبدأ بقى ادهنه على كل وشي. وعلى فكرة انا هكتفي بالترطيب بتاع الهيالورونيك اسيد بس، ومش هحط الشيت ماسك بتاع بوبانا. تمام عشان بس لو حد هيتساءل كده انا ما حطيتش الشيت ماسك، فانا هكتفي بالترطيب زي ما قلت لكم بتاع الهيالورونيك اسيد بس ماشي. تمام. بعد ما ده ينشف انا هبدأ احط الفيوسيدين ماشي. المهم اللي انتوا المفروض تفضلوا تستخدموا الفيوسيدين دوت لمدة 3 ايام بعد الجلسة. بعد الجلسة بيوم ما تطلعوش خالص للشمس ماشي، عشان البشرة بتكون حساسة قوي. بعد كده ممكن تطلعوا عادي للشمس، بس حطي طبعا صن بلوك وبلاش ميك اب بقى والكلام ده ماشي. وما ننساش نرطب شفايفنا. خلاص المرطب ده جميل قوي، بس زي ما قلت لكم المرطب ده يعني ما نستخدموش بره، ممكن نستخدمه بالليل بس كسليب ماسك كده، لان هو زي انتوا شايفين هو تقيل قوي. تمام. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم. فلو الفيديو عجبكم فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم ماشي.